السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي نكهة البيت طعم وريحة. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة للأعياد ان شاء الله او للمناسبات يعني. هعمل معاكم الفول السوداني، تحميص الفول السوداني بمعنى اصح. هجيب معايا الصاج بتاع الفرن، وانا جايبة 2 كيلو فول. الفول الني ده، الفول الني. بصي الفولايه شكلها ازاي. اول ما تفتحيها كده تعرفي الفولايه ان هي حلوه ازاي، ان هي تخينه كده وحلوه. بصي اوريكي واحده كمان. بصي بتبقى القشره بتاعتها من جوه بيضه. هنحمصه، هندخله في الفرن كده يتحمص. هياخد، هو تقريبا بياخد الفول السوداني كده ساعه الا ربع في الفرن. كل 10 دقايق تطلعيه وتقلبيه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هندخل الاول الفرن وبعد 10 دقايق هوريك هتعملي فيه ايه. هنحطه في الفرن. هياخد تحميصه بس النار تبقى هاديه عليه من فوق. تفتحيش النار قوي عشان ايه ما يتحرقش منك. وكل 10 دقايق هنطلعه ونقلبه. وبعد 10 دقايق طلعته من الفرن. خلي بالك عشان بيبقى سخن ما تتحرقيش منه. بصي حتى بدأ ياخد لون اهو. هتديله تقليبه كده بس هو سخن. بصي حتى لونه بدأ يغير. هقلبه كده وارجعه الفرن تاني. ودي كده طلعته ال10 دقايق التانيين. بصي حتى تحسي ان هو واخد لون، بس لسه برضه هتحسيه لسه من جوه ني. هقولك بقى تعملي له ايه. هتجيبي كوبايه ميه وشويه كركم وملح. تحطي معلقتين ملح حلوين كده تقلبيهم. وايه هترشرشي كده عليه، هيديله طعم ونكهه وهيتملح. هيبقى زي اللي بنشتريه من بره ان شاء الله. وكل شويه تقلبيه في الفرن طبعا عشان الميه دي ايه تتبخر وتنشف. هنقلبه بس خلي بالك عشان السخن عشان السخونه بتاعته. هحط له بقى كميه الميه بالكركم. كده تقلبي وهدخله الفرن تاني. بصوا بقى بعد ما خلاص استوى معانا وتحمص بقى الفول بقى شكله جميل. هوريكم واحده بس هو سخن. بصوا الفوله متحمصه ازاي من جوه، جميله. هتسيبيه بقى لغايه ما يهدى خالص. هسيبه، هحطه في الفرن تاني بس وانا طافيه عليه لغايه ما الفرن تبرد عليه خالص. وبعد ما هسيبه كده يتهوى. وبعد كده هحطه في كيس وبالهنا والشفا. متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان قناتي تكبر بيكم.